عليكم البنات. اليوم فيديو جديد من قناه ديالي سميره ام حسام. اليوم غنتقاسم معكم ضمن حلويات العيد حلوه من حلويات بدون فرن، حلويات اللي كتكون بارده، اللي ما كنحتاجو فيها لا فران لا دقيق لا تماره لا والو، والاهم انها كتجي رائعه وبنينه ودائما كتبهج لينا المائده ديالنا والاطباق ديالنا. هنا غادي ناخذ واحد الهاشواغ ولا اي طحان كهربائي عندكم. غناخذ واحد الكميه. هنا دائما الحلويات البارده غنقولها لكم انا، هذه عندي قاعده، ما عنديش غرامات، كندير عيني ميزاني. يعني المكسرات ولا البسكوي، هنا البسكوي طحنتو ما طحنتوش مزيان، غير شويه مطحون وشويه مهرمش كما كنقولوا. هنا كاوكاو اللي قليتو في الزيت بارده، تقدروا ديروا كاوكاو اللي كيكون محمر، تقدروا ديروا اللوز، كيبقى لكم الاختيار، حتى هو شويه مطحون وشويه ما مطحونش. هنا غادي ناخذ واحد نص باكيه، ديك الباكيه اللي كتكون ديال التمر، غناخذ نص الباكيه ديالها التمر المعجون، وغناخذ تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال نيسلي. هنا بغيتو تجمعوها بنيسلي، بغيتو تجمعوها بالعسل، بغيتو تجمعوها بالشوكولاط الدهن، كيبقى لكم الاختيار. انا درت 2 معالق ديال نيسلي وغادي نكمل بالشوكولاته ديال الدهن. ديجا هي راه محرحره سخونه، لان هنا كنت خدامه والفران وداكشي. الا كانت شاده راسها ديروها في حمام مريم ولا ميكرو اوند، ولا كل واحد اللي عنده راه غادي يستعمله. صافي غادي نبقى كنضيف الشوكولاط حتى نحصل على واحد العجين او واحد الخليط اللي هو متماسك ونقدر نتحكم فيه. كيف ما قلت لكم بالنسبه للمكسرات تقدروا ديروا اللي بغيتوا. انا درت البسكوي، ما ديروش البسكوي داك اللي كيكون بحال الباستا، ديروا هذا اللي كيكون شويه قابط في راسو، كيجي كروكون في الماكله. غديروا لوز ولا كاوكاو، وغادي ولا ديروا قرقاع ولا ديروا الجنجلان، ولا كيبقى لكم الاختيار. يعني اللي موجوده اللي متوفره نستعملوها. هنا بالنسبه للمول غادي ناخذ السيليكون هذا اللي شفتو على شكل اوفال او لا هذا الباطو، ولا كل واحد اش كيقول ليه. غادي ندير 2 تشكيلات. دائما كنحاول نتقاسم معكم 2 تشكيل باش اللي ما عندهاش هذا تاخذ هذا، ولا كنبغي نتقاسم معكم افكار. علاش لا؟ تقدروا ديروهم غير على شكل كويرات، ماشي بالضروره كاع المولات ديال السيليكون. تقدروا ديروهم على شكل اصابع كيف ما كندير فحال هكا، وديروهم على شكل شوكولاته دايب فيريرو، نديرو فيه مكسرات حتى هي كتجي زوينه. هنا غناخذ هاد البلاستيك او هاد الموتيف ديال الشوكولات اللي على شكل الريشه، غنحاول نعمرو بالشوكولات. هاد الوقيته اللي انا كنعمر هذا بالشوكولات، هادوك السيليكونات حطيتهم في الفريغو، ضروري تحطهم في الكونجيلاتور باش يشدوا راسهم معاكم. منها في الكلاصاج كيهنيونا في الخدمه، ومنها كيشدوا الديكور ديال داك السيليكون. هنا هانتوما كتشوفوا كنديمو ليهم من الفريغو بطريقه سهله. ما كيهزوش لينا الشوكولات بزاف الا كانوا باردين في الكونجيلاتور. هنا غتشوفوا ورق الزبده شاف معايا الويل مسكين، جهه كنخدم بها الكحل وجهه كنخدم بها البيض، واخا تشوفوه مزعلك ولكن راه خدام. ملي كنسالي كناخذ داك الشوكولاط كاع اللي داب اللي كرم تما، وكنعاود نردو كنخدم به. صافي هنا كان كلاصي. شوفوا اللمعان، هنا غير شوكولاط كالا درتو مع الزيت. ملي كتكون هاد الحلوه هادي بارده كنحطوها في الفريغو، كتشد راسها، كتهش لينا الشوكولاط بزاف، وكيجمد عليها دغيا. يعني الا كنتو غديروا شي ديكوراسيون ولا شي حاجه وانتم في حاجتكم ان الشوكولاط يكون باقي طري، غازربوا. هنا بحال ديما كنحاول نحولها باش كتعطيني داك الفينيسيون. هذه قاعده ما نبقاوش نهضروا عليها. شفتوا لا بغيون صاي هذه يلا حطيتها دغيا به في دغيا كرمات. صافي غنبقى مواصله بنفس الطريقه. غادي نديمو لي هادو. وريتكم هنايا الورقه ديال ورق الزبده، جهه نخدم عليها البيض وجهه كنخدم عليها الكحل. وعلاش الضايع؟ راه تبارك الله كلشي غالي. هنا غادي ناخذ الشوكولاط بيض وغنبدا نضيف عليه هذا الكولورون. هذا الكولورون هذا بالضبط كيعطيني واحد ليفي، كيجيو بحال النقيطات في الشوكولاته، نتوما غتشوفوهم في الاخر كيعجبوني. هنا بديت كنضيف في الكولورون، بغيت نطيح على واحد اللون شحال وانا مضاربه معاه شويه، مشيت زدت شويه ديال الشوكولاط كحل، يعني الشوكولاط ابيض عليه كولورون البينك ولا الميل الحموريه شويه، وشويه بديت كنزيد عليه قطرات ديال الشوكولاط كحل، اعطاني هذا المزيج هذا. هنا حيت الشوكولاط بالاحرى الحشوه كحله والشوكولاط فيه شويه د البيض، غادي تعطيني داك ليفي ديال ان الكحوله مازال كتبان وانا ما حاجتيش فيها انها تبان. غادي ندير الكلاصاج الاول
وغنخليهم تيشدوا في راسهم، وغادي ندوز نكلاصيهم الكلاصاج الثاني باش كدير واحد الطبقه سميكه وكتدرج ليا ديك الكحوليه. انا ما حاجيش بالكحوليه انها تبان، بغيت هذاك حيت واحد لاغوز درتها بالفيولي، بغيت هذاك لا كولور هو اللي يخرج. المهم انتم كتشوفوا الجلاخ هنا حيدت هادو من السيليكون وخديت الناكخي اولا الساتيون اولا الملمع، درت عليه قطرات ديال الحامض. هذا كنخلي دابا هذا غنسالي منه غندير ليه السلوفان ونحطو في الفريغو وقت ما بغيتو كنخدم به. صافي غنبداو نخدموا بشيته رقيقه، يا اما كتخدموا غير الحاشيات خفاف بحال هاد الطريقه اللي وريتكم، يا اما كتخدموا عنيت كديروا كل ورقه على خاطركم كيبقى لكم الاختيار. تقدروا تدوزوا الشيته حتى في داك الوسط، داك الخويط الوسطاني اللي بحال الورقه الشجره حتى هو تقدروا تخدموا عليه. انا ما بغيتش نشارجيها بزاف، خدمت لها غير الجناب ديالها. هنا بالنسبه للملمع تقدروا ديروا الذهبي، تقدروا ديروا النحاسي، تقدروا المهم اللي متوفر عندكم كيخرج داك ليف ديال الشوكولات. هذه غير كافكار كيف ما كنقول لكم دائما، ماشي بالضروره. تقدروا ديروا هاد الحلوه هذه على شكل كما قلت لكم هلاليات غير عاديين عشوائيين، اولا كويرات، اولا غير تحربلوهم وتكلاصيوهم، كيبقى لكم الاختيار. هنا من بعد كناخذ دوك الشوكولات الفوقاني، كندير شويه ديال الشوكولات ديب وكنلصقهم كيف ما كتشوفوا، كتجي غزاله رائعه صدقوني. واحد المزيج ديال التمر مع المكسرات مع سي نورمال غادي تكون زوينه. شوفوا الكلاصاج كيفاش جا لامع وزوين ونقي. صراحه تحطوها في الفريغو تشد راسها كتعطيكم واحد الخدمه اللي هي نقيه. كما قلت لكم هاد الوريقات هادو اولا بالنسبه لهاد الريشات كاين اللي عندهم ديال السيليكون العاديه، ماشي هادو اللي خدمت فيهم انا الشوكولات. تقدروا ديروا فيهم لاباطا شوكولا لاباطا سكر، يعني كيبقى لكم كما قلت لكم تزيين اختياري. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. حلوه بارده بدون فرن. بزاف ديال الطلبات كيجيونا ملي كيقربوا المناسبات كيقول لك يا اما خدامين يا اما موظفات يا اما مبسالينش يا اما كاينه اللي ما عندهاش الكانه الفران كاع. وهذا الشكل الثاني هانتوما شفتوا درت ديك لاغوز بلا باطا شوكولا، درت هذيك الوريقات الشجره بالفيولي. داكشي علاش كنت كنقلب على هاد لا كولور. شوفوا هذاك ليفي ديال داك النقيطات، المهم جا واحد المزيج رائع. بعض المرات الكاميرا كتظلم الحاجه، جا عن قرب جا احسن. انتم كتشوفوا كما قلت لكم، كنت كنقول لكم على الناس انهم كيطلبوا لينا وصفات بحال هكا، نديروا الخاطر لهادو ان شاء الله. من وراء هذا غندير لكم عاوتاني حليوات في الفرن باذن الله. هذا هو الشكل ديالهم. نتمنى الوصفه تكون عجباتكم، نتمنى تجربوها وماشي بالضروره ديروها بهذا الشكل هذا، يعني كيبقى الاختيار والابداع لكل السيده. ما شاء الله النساء كاملين، ماشي نقول المغربيات، النساء كاملين حادقات اللهم بارك. هنا غادي نخليكم تكملوا الفيديو وتشوفوا من الوسط كيفاش جات الحشوه، كيفاش جاو من الوسط. غنقسمهم لكم وغتشوفوهم عن قرب، وغنخليكم هنا وغنقول لكم الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.